عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هعرض معاكم طقم الاركوبال في جهازي، وهو من لومينارك الاماراتي، مكون من 26 قطعه. انا بحب الحاجات الساده السيمبل، فاخترت ان انا اجيبه ساده. بحس ان هو بيكون شكله احلى واشيك في التقديم او حتى استخدام في البيت عادي كيتحط في المطبخيه يعني. وكمان بحس ان هو مهما عدى عليه وقت موضته مش بتروح او تقدم، بحس ان هو طول الوقت بيفضل شكله شيك مهما عدى عليه وقت. طيب الطقم اللي انا هعرضه معاكم النهارده اللي انا جايباه في جهازي هو مدور ولونه ابيض، لان لومينارك في منها اطقم بتبقى الاطباق بتاعتها مربعه، وكمان في منه اللون الاسود. بس اللون الاسود بيكون صناعته فرنساوي، انما اللي انا جايباه واللي هو بيبقى لونه ابيض في الاغلب بيكون صناعته اماراتي. تمام. كمان الاطقم بتاعت لومينارك في منها المنقوش، مش بس الساده الابيض والاسود، كمان بيكون في منها منقوش، في نقشات بتبقى حلوه جدا منه. بس الاطقم المنقوشه يعني في اغلب برضو الوقت بتكون عددها اكبر من اللي انا جايباه، يعني عددها بيبقى 46 قطعة، 50 وفوق ال50 قطعة كمان، بيبقى فيه عدد قطع أكبر مفيدة برضو. يعني لو حد عايز يجيب طقم الأركوبات فوق ال50 قطعة ويستغنى عن أي حاجة تانية، لأن الطقم بيكون جاي معاه كوبايات شاي، كوبايات مية، دورق، كل أشكال الأطباق بأحجامها بمقاساتها، فبيبقى برضو طقم حلو قوي. عامة ده بيرجع ليكم انتوا، شوفوا اللي حابينه واللي حابين تختاروه هاتوه. حابه اقول لكم ما تسمعوش كلام حد في اختيار اشكال الحاجه اللي انتوا هتجيبوها. الذوق ده بيرجع ليكم والاشكال بترجع ليكم، لان في الاول وفي الاخر الحاجه اللي انت هتقدمي فيها دي هتعكس شخصيتك. كمان الاطباق دي حاجه انت بتستخدميها يوميا، لو انت عينيكي مش مرتاحه للحاجه مش هتبقي حباها وانت بتستخدميها. فاختاري الحاجه اللي انت حباها بذوقك بشخصيتك، ما تسمعيش كلام حد. لو عايزه تاخدي راي حد ممكن تاخدي راي حد في انواع الاطباق، في الماركات، في عدد القطع، ولو ان دي كمان برضو حاجه ترجعلك. لكن الاشكال دي حاجه بتبقى بترجعلك انت فعلا، انت اللي تختاريها على حسب ما انت حابه شكل بيتك يكون عامل ازاي او شكل مطبخك عامل ازاي. خليكم معايا علشان هقول لكم على طريقه حلوه جدا تجيبوا بيها اطباق او اطقم لومينارك من غير ما تدفعوا فلوس كتير. طبعا زي ما انتوا عارفين طقم لومينارك غني عن التعريف حقيقي، وهو يعتبر من افضل انواع الاركوبال اللي موجوده في السوق حاليا. كمان في ميزه حلوه قوي ان هو بيدخل الميكروويف، وكمان بيدخل غساله الاطباق، فهو عملي جدا لاي عروسه او حتى ست بيت عايزه تجدد في مطبخها او كده. تعالوا نتفرج على الطقم مع بعض ونشوف احجام الاطباق والبولات. انا كنت حابه بس اوريكم شكل الكرتونه بتبقى عامله ازاي وايه اللي مكتوب عليها. عملت لكم زوم كده عشان تبقوا شايفين معايا. هو بيبقى مكتوب هنا عدد القطع، وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي، اللي مكتوب على الكرتونه من بره لازم تتاكدوا ان هو جوه. ساعات بيبقوا كاتبين من بره مثلا 50 قطعه او 53 قطعه، ولما بتفتحوا الطقم ما بتلاقوهوش العدد ده. لازم طالما اخترتي طقم مثلا 26 قطعه تفتحيه وتشوفيه قبل ما تشتريه، فبيبقى مكتوب هنا عدد القطع. كمان مكتوب المقاسات بتاعه كل طبق، سواء سرفيز او بوله او بولة سلطة، اي حاجة بيبقى مكتوبة هنا. بيبقى محطوط هنا لوجو كده زي برج ايفل مكتوب لومينار. تمام. كمان هنا بشكل اوضح بيبقى كاتبلك مقاس كل طبق، يعني بالظبط بياخد قد ايه او مساحته قد ايه بالظبط يعني. فدي حاجة حلوة قوي لو انتي عايزة تعرفي مقاسات الاطباق بتاعتك. كمان كنت حابة اوريكم ان هو فعلا مختوم عليه ان هو بيدخل الميكروويف اهو مايكرويف سيف، يعني عادي يدخل الميكرويف. كمان مكتوب عليه ان هو بيدخل غسالة الاطباق عادي جدا. مكتوب كمان ان هو مقاوم للكسر، طبعا ده اي كلام لانه ممكن يتكسر عادي جدا، بس طبعا مش بسهولة يعني. فحبيت اوريكم ان هو مكتوب عليه فعلا الحاجات دي. طيب تعالوا نفتح الطقم مع بعض. بصوا بيبقى جاي كرتونة كده من فوق اهي. طيب اول حاجة بتكون معايا كده في الطقم هي السرفيز اهو، ده شكله. طبعا السرفيز حلو قوي، بينفع في حاجات كتير. ينفع نطلع عليه لو في عزومة مثلا نطلع فراخ او كده.
ينفع نعمل عليه كبسة بقى ورز ولحمة والحاجات دي، او ينفع كمان نطلع عليه محاشي، يعني هو ينفع في حاجات كتير قوي. ده شكله. تعالوا نشوف باقي الحاجات. تاني حاجة هنشوفها مع بعض هي البولة. بصوا بيجي معاه البولة دي، بولة كبيرة يعني كبيرة قوي اهي. بصوا تنفع بقى للسلطة، تنفع لو هتعجني فيها، هي مساحتها كبيرة تنفع، حلوة جدا جدا وخامتها طبعا تحفة. طيب تعالوا نشوف تاني حاجة مع بعض، الطبق المسطح. الطبق المسطح ده بيجي اكبر حاجة في الطقم، تمام. ده شكله ممكن نحط فيه مثلا ده رز مع حتة فرخة او حاجة. استخداماته حلوة جدا، جودة الطبق حلوة قوي قوي قوي، بيكون كده خفيف شوية مش تقيل. ده بديل ايكيا على فكرة، لان اطباق ايكيا الاركوبال سعرها غالي شوية. طيب نيجي لأهم نقطة، ازاي نعرف ان الطقم ده اصلي؟ لان في منه كتير قوي تقليد وبسعر طبعا قليل جدا، تمام. نعرف ازاي ان هو اصلي؟ من الختم. بصوا هتلاقوا الختم ده خط صغير جدا جدا، يكاد يكون مش باين اصلا. طب هنعمل ايه عشان نلاقيه؟ بنفضل نعمل كده على الطبق لحد ما بنلاقي فيه حاجة محفورة كده هنا، بنعرف منها هو ده الختم. شايفين اهو. طب الختم ده بيبقى مكتوب عليه ايه؟ بيبقى مكتوب عليه UAE. يعني ايه UAE ده؟ يعني هو اماراتي، فتعرفوا كده ان هو اصلي اهو، تمام. ده اول حجم، بيجي منه طبعا 6 قطع، بس انا مش عارفه اطلع ال6 كلهم. يعني بصوا بيجي منه 6 قطع، تمام. تعالوا نشوف تاني حجم. ده تاني حجم معانا، هو طبق كده شويه غويط اهو، غويط شويه. ده شكله برضو مدور، وبرضو لو قلبنا من ورا وعملنا كده ودورنا على الختم هنلاقيه موجود هنا. شايفين اهو. ده شكله. بصوا يعني الفرق بينه وبين الاولاني، شايفين يا جماعه؟ بجد الطقم اللومينارك ده خامته حلوه جدا، وانصح كل عروسه ان هي تجيبه، سواء زي ما قلت لكم في اول الفيديو ساده، منقوش، اسود، ابيض، اللي يريحكم. وده كمان بيجي منه 6 قطع اهو، بيجوا متغلفين كده 6 قطع من الغويط. تعالوا نشوف الحجم التاني مع بعض. عندي بعد كده اخر حجم، او لا في حاجة تانية، بس اخر حجم في الاطباق اللي هي المسطحة دي هو اطباق الجاتوه. شايفين هما بيجوا 6 قطع مع بعض متغلفين. انا مش عارفة افتحه بصراحة اهو، يبقى حجمه كده صغير، ينفع. شايفين مسطح مش غويط، ينفع برضو للجاتوه او اي حاجة في الغرف يعني. تعالوا نشوف اخر حاجة في الطقم ده. اخر حاجة موجودة في الطقم ال26 قطعة بتاعي هي البولات دي. شايفين برضو متغلفة، مش عارفة افتحها، صغيرة جدا يعني يا دوب تاخد حتة جبنة او شوية مخلل كده. طيب انا لقيت ان البولات اللي جاية مع الطقم صغيرة جدا زي ما قلت لكم اهي، تنفع مثلا طحينة او مخللات او كده، فهي صغيرة قوي يعني مش هتنفع مثلا غرف ملوخية او طبيخ او شوربة او كده. فحبيت ان انا اشتري اطباق الغرف اللي هي الكبيرة فرداني. رحت جبت 6 اطباق فرداني غرف، نفس اللون ابيض كده، وكمان نفس الماركة. وطبعا طبعا اتأكدت من الختم اللي قلتلكوا عليه، نتأكد منه ان اذا كان الطقم ده اصلي او الاطباق دي اصلي ولا لا. فتعالوا اوريكم الاطباق اللي انا جبتها فرداني ونشوف الختم مع بعض. بصوا انا جبت من ده فرداني 6 قطع. ده بقى غرف كبير، شايفين يعني ينفع ملوخية او شوربة، شكله حلو جدا. بصوا اهو برضو الختم عليه UAE اهو، شايفينها اهو، تمام. ده بقى حلو قوي، حجمه مناسب كده وكبير، ينفع الطبيخ والملوخية والشوربة والحاجات دي. يعني انا بصوا هوريكم مثلا الفرق بين ده وده. شايفين ده صغير جدا، لكن ده غرف ينفع لأي حاجة. جبت منه 6 قطع
سعر الطبق ده كان فرداني ب40 جنيه. تمام. بصوا انا كنت جايباه منين. انا كنت جايباه من المرشدي اهو، اسواق المرشدي. كنت جايباه ب40 جنيه. تعالوا اوريكم لقيت ايه كمان وعجبني قوي وما قدرتش اسيبه وجبته. بصوا لقيت ايه ده، برضو طبق لومينارك اماراتي. اوكي، بس ده المربع اللي انا قلت لكم عليه في اول الفيديو. ده بيكون الشكل المربع اللي بينزله لومينارك. ده المسطح على فكرة، شايفين؟ ده المسطح الكبير، ما بيكونش مدبب، بيكون واخد دوران، ولكن هو مربع اهو. تمام. صراحة عجبني جدا، ما قدرتش اسيبه. جبت منه برضو 6 قطع، شايفين؟ جبت منه 6 قطع. كمان لقيت منه طبق الغرف بتاعه اهو، بس للأسف ما كانش فيه غير واحد بس، فجبته. لما ينزل منه تاني هكملهم 6. شكله حلو جدا، بصوا شكله حلو قوي. كمان عشان اكمل الطقم لقيت سرفيس كده واخد شكل مربع، فبرضو رحت جبته يعني فرداني. ودي الطريقة اللي تقدروا تجمعوا بيها طقم اطباق لومينارك اركوبال، انكم تجيبوا الاطباق فرداني بسعر حلو قوي. وده هيتيح ليكم فرصة حلوة جدا، وهي انكم تقدروا تختاروا الاشكال والاحجام والالوان كمان اللي عجباكم. وكمان ممكن تعملوا ميكس بين الالوان، الابيض مثلا مع الاسود. ما بيكونش فيه الاطباق المنقوشة من لومينارك فرداني، بيكون بس السادة. ده بيتيح ليكم فكرة او فرصة ان انتوا كمان تتحكموا في العدد اللي انتوا عايزينه. يعني انتوا ممكن ما تكونوش محتاجين كل الطقم ده، ممكن تكونوا مثلا ناقصكم اطباق الغرف، او مثلا ناقصكم اطباق المسطحة، فتقدروا كمان تختاروا العدد اللي انتوا عايزينه بالاحجام اللي عايزينها. ممكن كمان تجيبوا من كل طبق عجبكم 6، او ممكن تجيبوا منه 12 على حسب برضو ما انتوا محتاجين. يعني من الاخر مش هتكونوا مقيدين بفكرة الطقم تاخدوه زي ما هو على بعض، لان ممكن يكون في الطقم ده مقاسات اطباق مش مناسبة ليكم او مش محتاجينها، او مكررينها في طقم تاني جايبين. فخليني اقول لكم ان دي فكرة عملية قوي. وكمان هتلاقوا اسعار الاطباق الفرداني كويسة جدا ومناسبة، مش غالية. يعني مثلا طقم الغرف اللي انا جايباه ده كان ب40 جنيه، والطبق المسطح كان في رينج 50 أو 55 جنيه، فكان حلو جدا. انا كنت جايباهم من المرشدي. بصراحة المرشدي بيعمل عروض حلوة قوي وبينزل حاجات حلوة جدا. فلو حابين ان انا اصور لكم فيه واخد لكم جولة كده في كل الاقسام اللي موجودة هناك، اكتبولي في الكومنتات وانا هنزل اصور لكم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة عن طقم الاركوبال لومينارك في جهازي. لو بيعجبكم المحتوى اللي انا بنزله وبتستفيدوا منه، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو بنزله يوصل لكم. وكمان هنزل الفترات الجاية جولات في اماكن كتير قوي هتفيدكم باسعار حلوة جدا. فما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. وباي باي.